أسباب فشل منتخب مصر الأولمبي بالتتويج بالبرونزية وخسارة مصر أمام المغرب بنتيجة كبيرة 6-0. يستعد والتاني التاني جاهز اللي جهزه ابراهيم عادل. في مباراة اليوم ادي الدفاع الاسباني وابراهيم عادل. قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي واشترك لي بالقناة وتعال نشوف. رغم كل المشاكل اللي قابلت فريقنا الأولمبي، رفض نادي ليفربول ضم صلاح، وكمان رفض نادي طرابزونسبور التركي ضم تريزيجيه، وكمان رفض نادي نينتي الفرنسي ضم مصطفى محمد، وكمان رفض النادي الأهلي ضم أي لاعب للمنتخب الأولمبي. فقرر مدرب منتخب مصر الأولمبي ضم زيزو والنني فقط، وبدأ مشوار الأولمبيات. ولعبنا أول مباراة وتعادلنا مع منتخب الدومينيك سلبيا في افتتاح المجموعة الثالثة بدور المجموعات. وفي المباراة الثانية استطاع منتخب مصر تحقيق فوزه الأول على منتخب أوزبكستان في الجولة الثانية لهدف أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي زي ما انتم شايفين. وفي المباراة الثالثة تفائلنا وقلنا منتخبنا قوي وقادر على حصد ميدالية، ولعبنا أسبانيا وفزنا عليها بنتيجة 2-1. منتخب أسبانيا القوي اللي فاز بالبطولة، ومصر غلبته 2-1 واحتل صدارة المجموعة الثالثة. مصر بسبع نقاط وأسبانيا بست نقاط، يعني أسبانيا المركز الثاني ومصر المركز الأول. وقلنا إن شاء الله نقدر نحقق ميدالية، وتفائلنا وطموحنا عدي، وكانت مصر على أعتاب كتابة التاريخ في كرة القدم. ولعبنا دور الثمانية مع منتخب الأورجواي، وانتزع منتخبنا الأولمبي بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد ما فزنا على الأورجواي بضربات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي، وكنا متعادلين 1-1، ولجأنا إلى الوقت الإضافي وانتهت بنفس النتيجة. ولعبنا ضربات الترجيح وتفوق حارس مصر حمزة علاء. حمزة علاء كان عامل بطولة رائعة، وكمان النني كان عامل بطولة فوق الرائعة رغم انه ما بيلعبش دي سنة كاملة. وكمان زيزو قدم بطولة رائعة، عمل اسيست فوق الرائع سجلنا بيه هدف التعادل. وكمان ابراهيم عادل عمل بطولة رائعة وسجل 3 اهداف. منتخبنا الاولمبي حقق انجاز ما تحققش منذ 60 عام، انه يصعد لقبل النهائي بعد فوزه على منتخب الأورجواي. إشادة كبيرة، زيزو وإبراهيم عادل والنني كان أفضل ثلاثة في البطولة. وكمان المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب عظيم، فرغم إنه اشتغل في ظل منظومة فاشلة ما قدروش يوفروا لي طلباته، إلا إنه قدر بالرجالة اللي معاه يوصل لقبل النهائي. مدرب كبير، خسارة في منظومة فاشلة. وكده مصر هتلاعب فرنسا والمغرب هتلاعب أسبانيا. قبل المباراة مدرب فرنسا صرح وقال: مباراة مصر قوية، احنا بنلاعب برازيل أفريقيا. ونيمنا واحنا خدنا الثقة الزيادة ونزلنا الملعب. وجاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من الطرفين، واهدر منتخب مصر فرصة محققة لهز شباك الديوك الفرنسية في الدقيقة الثانية، ويرد منتخب فرنسا بفرصة محققة ينقذها حمزة علاء. واهدر أحمد سيد زيزو فرصة محققة لمصر في الدقيقة 14. فرض منتخب مصر هيمنته على المباراة تدريجيا، ونجحنا للوصول أكثر من مرة لمرمى فرنسا عن طريق زيزو وإبراهيم عادل ومحمود صابر. وأنقذ القائم منتخب مصر من هدف مؤكد لفرنسا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 0-0. وفي الشوط الثاني سجل محمود صابر الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 61 من عمر المباراة. لغاية الدقيقة 82 مصر كانت فايزة على فرنسا 1-0، ثم يأتي هدف التعادل لفرنسا في الدقيقة 83 عن طريق جام فيليب ماتيتا، وينتهي الوقت الأصلي بنتيجة 1-1، ويرجع الفريقين للوقت الإضافي. وفي بداية الشوط الأول الإضافي يطرد اللاعب عمرو فايد. من وجهة نظر عمرو فايد هو سبب الخسارة، لأن خلانا نكمل المباراة وإحنا ناقصين لاعب. وفي الدقيقة 99 سجل فيليب ماتيتا الهدف الثاني برأسية رائعة زي ما انتم شايفين كده. وسجل مايكل الهدف الثالث لفرنسا من شوطة أرضية في الدقيقة 108 بالضبط. لينتهي اللقاء بفوز فرنسا على مصر بنتيجة 3-1، والمغرب برضو تخسر من أسبانيا 2-1 بصعوبة.
يبقى كده اسبانيا هتلاعب فرنسا على الذهبيه، ومصر هتلاعب المغرب على البرونزيه. بدات مباراه مصر والمغرب مباراه كانت حماسيه، ومصر تلاعب المغرب على تحديد المركز الثالث والميداليه البرونزيه. اول بدايه المباراه كانت حماسيه ما بين الفريقين، وفي الدقيقه 23 جه الهدف الاول للمغرب عن طريق عبد الصمد الزلزولي. والهدف الثاني للمغرب ايضا في الدقيقه 26 سجلها سفيان رحيمي. كده كده هتبقى حفله. وانتهى الشوط الاول بنتيجه 2-0 للمغرب، وهيبدا الشوط الثاني ومصر هتعمل رومنتادا تاريخيه. مصر بتلعب لا شكل ولا لون ولا معنى ولا منظر، لعيبه مصر مفيش خالص. والهدف الثالث للمغرب في الدقيقه 51 سجله بلال الحنوس. ثم الهدف الرابع للمغرب سفيان رحيمي زي ما انتم شايفين كده. في الدقيقة 68 وسجل أكرم نقاش الهدف الخامس في الدقيقة 73. واختتم حكيم السداسية في الدقيقة 87 وكان ختامه مسك، أجمل هدف في البطولة من وجهة نظري. خلصت المباراة بكابوس بالنسبة لنا جميعا، مصر في المركز الرابع والمغرب في المركز الثالث، وتفوز بالميدالية البرونزية. وألف مبروك لإخواتنا المغاربة، وألف مبروك للمنتخب المغربي. المغرب تحقق الميدالية البرونزية الأولى في تاريخ العرب في كرة القدم. منتخب مصر الأولمبي لعب في تاريخه 3 مرات على البرونزية. في سنة 1928 خسر 11-3 من إيطاليا، وفي سنة 1964 خسر 3-1 أمام ألمانيا، خسر 6-0 أمام المغرب. ثبات على المستوى، دايما ثابتين على مستوانا. برغم ان منتخب مصر الاولمبي عندها مدرب جامد، بس للاسف المنظومه فاشله. وطول ما اللعيبه بتروح بالواسطه ومفيش مهارات ولا اختبارات حقيقيه للعيبه كره القدم، طول عمرنا مش هنبقوا متقدمين وهنفضل زي ما احنا. اسبانيا فازت بالميداليه الذهبيه، فرنسا فازت بالميداليه الفضيه، المغرب فازت بالميداليه البرونزيه، مصر خروج مشرف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.